مش مصدقه اللي هقوله، بس انا لقيت البديل المصري للمنتجات الكوري اللي بتشتغل على التفتيح وعلاج اثار الحبوب والتصبغات، وانا مخلصه السيرومز والكلينزر لحد اخر نقطه فيهم. باقي معايا بس البيلينج، وده هيقعد فتره حلوين انك تستخدمي منه كميه بسيطه جدا. اول حاجه وهو الكلينزر، وده من احلى التجارب فعلا اللي جربتها الفتره اللي فاتت. في الفا اربيوتين وفي ترانزاميك اسيد وكوجيك ولاكتيك اسيد، من الحاجات اللي بتساعد على تفتيح البشره، بينضف البشره كويس جدا وما بينشفهاش خالص. تاني حاجة وهو الكوركتنج سيرم، وده فيه ترانزاميك اسيد بنسبة 5% وكمان نياسيناميد، فبيساعد فعلا على تفتيح اثار الحبوب وبيدي جلو للبشرة تحفة. بصوا انا مخلصاه لحد اخر نقطة فيه، فعلا من التجارب الحلوة قوي اللي بيساعد على علاج الحبوب واثارها. اخر حاجة بقى وهي السوبر سيرم، وده فعلا سوبر المجموعة لانه فيه 6 احماض بيشتغل على تقشير البشرة وعلى تفتحها، وكمان بينظف المسام كويس جدا. في لاكتيك اسيد وجلايكوليك وسلسليك اسيد، فهو من الحاجات الحلوة جدا اللي بتساعد برضو على تفتيح اثار الحبوب وعلاج التصبغات، وبيعمل تقشير وتفتيح للبشرة. اخر حاجه هو السكراب ده، وده فيه جلايكوليك ولاكتيك وبي اتش اي وريتينول واسكوربيك اسيد. بصوا ده اللي بيعمله في البشره بالظبط، بتحطي حاجه بسيطه جدا على بشرتك وهو بيشيل كل الجلد الميت، بينعم البشره جدا، بيساعد طبعا في تفتيح البشره جدا. العناصر اللي موجوده فيه كلها بتشتغل على كده، هو بديل قوي جدا للسكراب الكوري اللي بيعمل زيه كده بالظبط. انا كنت جربته لكم قبل كده وهعمل لكم مقارنه بينهم هما الاتنين. دي بقى احلى حاجه ممكن تستخدموها وانتوا خارجين من الصيف عشان تعالجوا الاثار وكمان التصبغات.